يا صباح الخير والفل والبركة عليكم جميعا حبايبي. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الزيتون. هنملح الزيتون مع بعض، هنملح نوعين من الزيتون. عندنا ده الزيتون التفاحي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، بيبقى مقلبص كده وشبه التفاحة. وعندي الزيتون العزيزي، انا جبت 2 كيلو من الزيتون العزيزي و3 كيلو من الزيتون التفاحي. الزيتون العزيزي زي ما انتم شايفين كده بيبقى الواحدة بتاعته بتبقى زي بالطول كده، جاية بالطول، وكمان بياخد وقت كبير في التمليح معانا. لكن الزيتون التفاحي ممكن شهر او شهر ونص بالكتير وتاكليه ويبقى معاكي زي الفل. يلا بينا النهارده نشوف هنعمل ايه وهنملحه ازاي. طبعا زي ما انا قلت لكم انا جاي من السوق وحطيته في البرطمانات. جيت بقى غسلته غسله كويسه ونقعته شويه حوالي ساعه كده، وبدات ان انا افته او ان انا اعمله اديله شقه كده بالسكينه زي ما انتم شايفين. بس بنديله شقه واحده بس. لو انت عايزه تسرعي عمليه السوا بتاعتك ممكن تفتغيه بايد الهون، تديله بس ضربه كده بايد الهون يتفتح معاكي وهيبقى سريع جدا معاكي. ممكن تاكليه بعد اسبوعين 3 بالكتير ويبقى معاكي زي الفل. لكن انا كنت عايزه ان انا اقعده شويه، فعملت بس فتحه واحده كده بس بالسكينه. تمام. حضرت بقى الحاجات بتاعتي، غسلت الليمون وغسلت الزيتون غسله كويسه جدا، وكمان حضرت الكرفس قطعته وبشرت الجزر، وعندي كمان فلفل رومي احمر طحنته في الخلاط زي ما انتم شايفين، وكمان عندنا توم. وهنبدأ بقى زي ما انتم شايفين كده نجيب صينية كبيرة ونحط فيها بقى المكونات على بعض عشان نقلبها في بعض، وهتبقى معانا حاجة تحفة بجد. عاملين شوية خلطة ملهمش حل بجد. الزيتون طعمه خطير يا بنات، وان شاء الله يعجبكم جدا. والمقادير بتاعتنا مظبوطة مليون في المية. حطيت ايه يا بنات؟ حطيت ال2 كيلو من الزيتون العزيزي، حطيت عليهم ربع كيلو من الشطة، وحطيت عليهم نص كيلو من الليمون. تمام. قطعت الليمون 4 زي ما انتم شايفين، وكمان هديله بقى رشه كده من حبه البركه. وهحط حطيت عليه جزر. تمام. بصوا بقى، يعني انا قطعت الجزر وقطعت الحاجه زي ما انتم شايفين كده قدامي، وبقيت احط بقى بالبركه كده. تمام. عشوائي بقى كده وبالبركه زي ما عينك تشوف وايدك تحس. تمام. هنقلب بقى كله في بعضه. طبعا الكرفس بيدي طعم جميل جدا وريحه جامده. لو كمان عندك عصفر ممكن تحطي شويه. هنا كمان حطيت شويه خل صغيرين خالص، ما تكتروش يا بنات خل، شويه خل صغيرين. تمام. وكمان هحط معلقه كبيره من السكر، وهنقلب الكلام ده كله مع بعضه كويس جدا. هنبدأ بقى نحطه في البرطمانات زي ما انتم شايفين. هنعبيه في البرطمان، وبعدين هنعمل ايه يا بنات؟ انا هنا في الزيتون العزيزي حطيت ليمون زي ما انتم شايفين كده، زي ما هو، ما غليتش الليمون ولا اديت له غلوه ولا اي حاجه. تمام. الزيتون بتاعي ني، عشان طبعا الزيتون العزيزي ده بيقعد فتره كبيره، فان شاء الله هيستوي مع الليمون وهيتظبطوا الدنيا مع بعض. لكن لو انا حطيت الليمون بتاعي مغلي او مسلوق، الليمون بتاعي هيتهري خالص معايا ومش هيبقى حلو خالص. تمام. هنبدأ بقى هنا نعمل الزيتون التاني اللي هو التفاحي. تمام. حطيت الجزر، شوية جزر، وهنا بقى ملوكة بتساعدني، بنوتي حبيبة قلبي بدأت بقى تساعدني كده، وبحب ان هي تشاركني في كل حاجة بعملها عشان خاطر تبقى بنت كده شاطرة وتنفع نفسها ان شاء الله. سبت ملوكة تظبط في الزيتون، وانا دخلت المطبخ قطعت زي ما انتم شايفين كده حوالي نص كيلو من الليمون انصاص، وحطيتهم على النار يغلوا معانا غلوتين عشان نحطهم على الزيتون التفاحي. ونفس الفكرة يا بنات، نفس ما عملنا في الزيتون العزيزي هنعمل في الزيتون التفاحي. حطيت كل المكونات اللي عندي من جزر وتوم وكرفس وكمان فلفل وليمون، وعصرنا كمان ليمون. وعايزه اقول لكم بقى يا بنات الفكره دي حلوه جدا، ان انت تعصري الليمون بدل ما تعصري بايدك بقى وتتعبي، بتقطعيه كده نصاص وبتغليه غلوتين وبعد كده بتعصر معاكي بكل سهوله. وهنا ملك بتحط الثوم. تمام. وكمان هتحط حبه البركه، وهتحط بقيه الكرفس، وكل المكونات اللي عندنا كلها تتحط. تمام. وهنا بقى هنعمل التسقيه يا بنات، التسقيه المظبوطه عشان يطلع معاكي الزيتون مقرمش وجميل. بنحط لكل مقدار لتر بنحط عليه من 4 ل5 معالق من الملح. تمام. ويا ريت يكون الملح الخشن، وهنحط كمان معاه معلقه من السكر، وهنقلب كويس جدا. انا هنا اخدت شويه حوالي كوبايه من الليمون، يعني دي كوبايه، انا هزود عليها كمان 3 كوبايات من الميه عشان يبقى معانا رتل. تمام. هنا بقى احط بقيه الليمون. تمام. ده في العزايزي. والزيتون التفاحي هحط له ان شاء الله الليمون اللي ادينا له غلوتين
تمام يا بنات، وهيبقى معانا ما شاء الله زي الفل. ده خلاص كده احنا اول برطمان كده خلصناه، وعندنا بقى ايه ملك بقى هتكمل ايه بقى طولة البال بتاعت البنات الحلوة دي. فسايباها بقى براحتها، عشان كده ايه هي مبسوطة، يعني هي بتعمل وهي مبسوطة. فانا سايباها براحتها تعيش حياتها بقى وايه وتعمل مع كل الكلام ده. بنات بيبقى له ذكريات حلوة كده لما بتشاركي كده مع اولادك في الحاجات اللي هي الاصيلة دي. كل الكلام ده بنات احنا كنا بنفتكره ايام امهاتنا زمان. ربنا يرحم يا رب كل امهات المسلمين الاموات، ويبارك يا رب في كل الام عايشه، يبارك في عمرها. يفتكر الايام بتاعت زمان، ايام تمليح الزيتون بتاعت ماما والريحه بقى اللي بتبقى موجوده في البيت، والخير اللي موجود في البيت. ودايما الزيتون مرتبط معايا بالمدارس. انا بجد بعشق الزيتون يا بنات، بعشقه وبعشق عمايله، وبحب روحته جدا في البيت. بحس بالخير كده والبركه في البيت. ربنا كده يملى بيكم جميعا بالخير يا رب والبركه، ويرزقكم جميعا من فضله يا رب العالمين. طبعا هنملى بقى البرطمان زي ما انتم شايفين، وكده يبقى خلاص. وهنسقي بقى الميه. ده زي ما قلت لكم الزيتون اللي هو التفاحي، حطينا فيه الليمون المغلي يا بنات، تمام، عشان ايه بيستوي بسرعه. وخلاص بقى هنحط بقى الميه، تمام، اللي احنا قلنا عليها. وطبعا زي ما قلت لكم يا بنات، لكل لتر ميه بناخد 5 معالق من الملح. تمام، كل لتر ميه بياخد معايا 5 معالق كبار من الملح. بنقلب كويس جدا جدا، وبعدين بنحطهم. انا هنا حاطه في كوبايه الليمون ال5 معالق ملح. يبقى كده خلاص الفيديو بتاعي خلاص خلص معايا. بعد بقى ما نملى البرطمانات، تمام، هنقلبها بالشكل ده يا بنات، وده شكله النهائي زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله، حاجه كده في منتهى الجمال. وهيبقى خير بقى في بيتك، وما شاء الله ربنا يبارك يا رب. يا رب ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم. يا ريت لو عجبك ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. واستودعكم الله، واشوف وشك على خير فيديو جديد باذن الله. مع الف الف سلامه.